يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة وحلقة جديدة من حلقات البودكاست. وحلقة النهاردة هي مراجعة لفيلم الهوى سلطان. يمكن من فترة طويلة قوي أي فيلم بينجح والناس بتتكلم عليه يا إما بيبقى فيه بلوت تويست، يا إما فيلم أكشن زي كيرة والجن ولا ولاد رزق، أو فيلم فيه رعب زي الفيل الأزرق، أو حتى فيلم كوميدي زي إكس مراتي مؤخرا. فإن فيلم يبقى تصنيفه يعتبر رومانتك كوميدي يقدر إنه يخلي الناس تتفاعل معاه وتتكلم عنه، دي حاجة كنت مفتقدها في السينما مؤخرا ومبسوط بيها، لأنها حسستني إن في أمل نرجع نعمل أفلام متنوعة وبتبقى حلوة. فدي بقت حاجة كويسة ابتديت أشوفها مؤخرا. بس هل فيلم الهوى سلطان يستحق فعلا الضجة اللي خدها؟ الإجابة بكل تأكيد هي أيوة، وده اللي هنقوله في مراجعة الفيلم النهاردة. فيلم الهوى سلطان بطولة أحمد داوود، منة شلبي، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، وخالد كمال. الفيلم تأليف وإخراج هبة يسري، واللي ليها قبل كده مسلسل سابع جار واللي كسر الدنيا برضه كانت كتبته وأخرجته. فيلم الهوى سلطان بقى بتدور أحداثه حوالين علي وسارة اللي بتربطهم صداقة قوية جدا من وهم صغيرين وواخدين على بعض وقريبين من بعض بشكل كبير قوي. بس علي دايما مش عاجبه شكل حياته، مش عاجبه شغله، وإنه عاوز يرتبط ويغير شكل حياته دايما وما يحسش فيها برتابة أو ملل. وفي نفس الوقت ده بيبقى عكس سارة خالص بقى، اللي مبسوطة بحياتها زي ما هي، مش عاوزة تغير فيها أي حاجة، عاوزة تعيش في هدوء وسلام، وأقصى طموحاتها تروح البيت آخر اليوم تتفرج على لن أعيش في جلباب أبي أو أي حاجة تاني رايقة. وطبعا بقى الاختلافات ما بين علي وسارة مع الوقت بتخلي كل واحد عاوز يتمسك بطريقة الحياة اللي هو عاوزها ويعيشها زي ما هو عايز. فبنبتدي نشوف كل واحد رحلته عاملة ازاي في اللي هو عاوز يجربه، وازاي ده بيأثر على علاقتهم ببعض. سيناريو الفيلم معمول بذكاء كبير جدا، بداية من التعريف بالشخصيات. يعني ما جاش اداك تعريف الشخصيات بالمعلقة، انت في الأول مش عارف تحدد علي وسارة كانت علاقتهم ايه ببعض، صحاب ولا قرايب ولا ايه بالظبط. وبتشوف كل ده بيتبني قدامك بالراحة، وبتفهم العلاقات والشخصيات على مهلك قوي. وكان من الحاجات الكويسة في السيناريو برضو إنه واقعي، يعني بتشوف علي اللي مش عاجبه شغله وعاوز يغير حياته وإنه عاوز يرتبط ويعيش حياته، وسارة اللي متمسكة بالحياة الهادية. كل ده واقعي، وهتلاقي إنك لو أنت نفسك ما عدتش بده هتلاقي إنك عارف حد عدى بده. حتى علاقة سوسن بدر والدة علي بابنها واقعية ولذيذة قوي، أنت بتشوف منها جمل وتصرفات هتقول دي حاجات أمهات قوي. وشفت واقعية العلاقة دي برضو في مشهد حلو عملته سوسن بدر، ومن أكتر المشاهد اللي ضحكتني بصراحة في الفيلم. وبما إني جبت سيرة المشهد ده فلازم أتكلم عن الحوار، لأن دي من مميزات هبة يسري. هبة يسري من مميزاتها إن حواراتها واقعية قوي، زي ما عملت في مسلسل سابع جار طبقت نفس واقعية الحوار في فيلم الهوى سلطان. طريقة كلام وحوار واقعية وشبه الناس، ما تحسش إن فيها أفوارة عشان نقول جمل رنانة بقى اتعلم مع الناس. لا، الكلام واقعي وبسيط وسلس، وأهم حاجة إنه طبيعي طالع من القلب. وكمان السيناريو مشي بشكل حلو طول الوقت، التصاعد بتاع الأحداث حلو للآخر، مفيش ملل خالص. وده بيأكد إنك مش لازم تعمل فيلم فيه بلوت تويست ولا أكشن ولا رعب ولا كوميديا عشان يبقى شدد الناس أو يتقال عليه فيلم حلو. كفاية إنك تعمل فيلم حلو مكتوب كويس وفيه اهتمام بالتفاصيل. والتفاصيل برضو دي تودينا لنقطة الإخراج، لأن هبة يسري طلعت صورة حلوة مهتمة فيها قوي بالتفاصيل. يعني حتى شكل الشقق بتاعت الأبطال تحسها واقعية، عشان كده تفاصيل الفيلم حلوة. إخراجيا الفيلم شكله متماسك، حاسس بتنوع في الصورة، بتنوع في الكادرات، والتنوع ده عمره ما خلاك تفصل من حالة الفيلم العامة برضو. ولما نروح للأداءات التمثيلية فكل الممثلين كانوا في مكانهم، كله عمل أحلى حاجة. سوسن بدر طلعت دور أم مصرية أصيلة، أحمد داوود ومنة شلبي كانوا هايلين والكيمياء بينهم كانت ممتعة، أحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي وخالد كمال أداءاتهم كانت حلوة وعلت الفيلم. ومن أحلى النقط في الفيلم بالنسبة لي هي استخدام الأغاني. يمكن قليل لما بلاقي فيلم مصري مستخدم الأغاني حلوة قوي كده، لأنه وظفها إن الأبطال بيسمعوا الأغاني عادي حتى وهما بيتكلموا، فتحس إنها جزء من الحالة بتاعة الفيلم، زي ما احنا كده بنبقى في الشغل وبنسمع أغاني واحنا بنتكلم أو بنشتغل، أو بنسمع أغاني واحنا في العربية. طريقة استخدام الأغاني ذكية، يعني في مشهد في أول الفيلم كده راكبين العربية أغنية اشتغلت، فسارة قالت لعلي بمنتهى التلقائية حاجة زي لا بلاش الأغنية دي كلها مشاعر قوي. يعني افتكر كده وانت مع أي حد في عربية واشتغلت أغنية انت مش عايزها هتلاقي انك علقت عليها عشان تغيرها. ودي تفاصيل صغيرة بتدل على التركيز في الفيلم إنه يبقى قريب من الناس. ده غير كمان استخدام أغاني بهاء سلطان بشكل حلو قوي، وعمل رابط حلو قوي ما بين أبطال الفيلم بيحبوا أغاني بهاء سلطان. كل ده بقى جه مع رسالة حلوة قوي حطها الفيلم، ويمكن الفيلم ما قالهاش بشكل مباشر بس هي واضحة بالنسبة لي. هي فكرة الونس، الشخص اللي بتتونس بوجوده في حياتك، البيست فريند، صاحبك في الشغل، الشخص اللي مرتبط بيه، عيلتك، أيا كانت العلاقة. بس هي فكرة الونس، إنك تحافظ على اللي قلبك حاسس بالونس معاه، ما تكبرش وتبوظ علاقتك بيه لأسباب تافهة. حافظ على اللي بيدخل الونس لقلبك،
لأنه حد مهم في حياتك ما ينفعش خالص تضيعه. يعني ده الشخص اللي بتقضي معاه وقت طويل، اللي بتستمتع وانت معاه في أي حتة حتى لو قاعدين على رصيف، اللي بتستمتع بأي أكلة بتاكلها معاه، بتحب تتكلم معاه حتى لو كلام ملوش معنى، اللي بتحس إن يومك بيبقى ناقص من غيره. شخص انت محتاج تحافظ على وجوده في حياتك وتقدر وجوده ده، وما تبقاش أناني معاه. يعني على قد ما بيديك اهتمام وونس لازم انت كمان ترد له ده. كل حاجة متبادلة بتكمل، وكل حاجة متبادلة بتستمر وتبقى أحسن. يمكن طبعا فكرة الونس في الفيلم كانت هي الحب، بس أنا متهيألي برضو إنه كان عاوز يقول إن الونس مش بس ارتباط. الونس صحاب وعيلة، ناس بتحبهم ويحبوك، ناس بتهتم بيهم ويهتموا بيك وما تقدرش تعيش من غيرهم. فيلم الهوى سلطان من أحلى الأفلام اللي شفتها مؤخرا، وانبسطت قوي بتجربة المشاهدة، واديله تقييم 8.5 من 10. فيلم ممتع اتفرجوا عليه في السينما، وأتمنى إن أشوف النوعية دي تاني من الأفلام معمولة بنفس الإتقان ده. حتى الكوميديا اللي موجودة في الفيلم رغم إن أنت تحس إنها مش كتيرة قوي، لكنها كانت حلوة لأنها كانت متوظفة صح. فعشان كده بقول إن الفيلم ده معمول بشكل حلو قوي، وأتمنى إن أنا أشوف أفلام تاني معمولة بنفس الشكل. وبرضه ده بالنسبة لي صك كده إن هبة يسري سواء مؤلفة أو مخرجة هتطلع حاجة كويسة قوي تستحق فعلا إنها تتشاف. دي كده كانت مراجعتي لفيلم الهوى سلطان، وخلصت حلقتنا النهارده. وتقدروا تناقشوني في الفيلم وفي احلى حاجه شفتوها في الفيلم، واحلى فيلم رومانتك كوميدي شفتوه في مصر، او احلى فيلم رومانتك عامه شفتوه في مصر كان ايه. مستني كومنتاتكم على اليوتيوب، ومستني مشاركاتكم على فيسبوك، تويتر، انستجرام، وتيك توك. واستنوني في حلقات تانية من البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم فيه الكتابه فكره. وسلام عليكم. بودكاست الكتابه فكره، تقديم وكتابه عادل ابو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي. وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.